الفيلم ده جامد جدا، فصلي على النبي واعمل لايك واشترك في القناة ويلا بينا على الفيلم. بتبدأ حكايتنا مع واحد اسمه ويلي وبيكون شغال في المول والاطفال بتتصور معاه كأنه بابا نويل. ويلي شاطر في حاجتين بس، يفتح خزن ويسرق قلوب البنات، وبيفضل يشرب لانه مش فارق له الشغل وكل تفكيره هيسرق خزنة المول ازاي. وبعد ما اليوم بيخلص وكل اللي في المول بيمشوا، بيتسلل المساعد بتاع ويلي وهو القزم ماركوس وبيفتح له الباب الخلفي عشان ويلي يدخل وتبدأ العملية. وفي الوقت ده بيكون ماركوس بيلم كل ما خف وزنه وتقل سعره وبيقدر يفتح الخزنة ويسرق فلوس المول. وبره بتكون مستنياهم في العربية لويس مرات ماركوس وبيحطوا الشنط وبيهربوا. وبعدها بيروحوا الحانة وبيحتفلوا بالعملية بتاعت كل سنة. وبيقرر ويلي انه يسيب الشغل في المول ويفتح مشروع بالفلوس اللي معاهم، وبيكون عاوز يشتري عربية او بيت او ممكن يفتح بار على الشاطئ ويتجوز البنت اللي هتعمل الطلبات للزباين. لكنه بيحبطه ماركوس وانه هيسافر يشرب ويضيع كل الفلوس اللي معاه، وهيعد الايام لحد ما السنة تخلص ويجي الكريسماس. وفعلا بتعدي فترة وبيسافر ويلي لشاطئ ميامي وبنشوفه وهو واقف على البار وبيعمل عصير وطلبات للناس. لكن بيجي الراجل اللي شغال في المكان وبيتخانق معاه لانه زبونه ما ينفعش يدخل هنا. وبعدها بيلاقي بنات بيلعبوا كورة فبيقعد عشان يتعلم او يمكن ينزلوه مهاجم. وبيروح عند الباركينج وبيستغل ان الراجل بيركن العربية فبيسرق كل مفاتيح العربيات وبيدخل يشوف العربية اللي تعجبه، والعربية اللي مش بتعجبه بيرمي المفتاح بتاعها. لكنه بيختار عربية من غير سقف وبيلاقي فيها الرخص وعنوان البيت، وفعلا بيروح للفيلا وبياكل وبيدلع نفسه وكمان بيسرق كل اللي في الخزنة وبيمشي. وبعدها بيجي وقت الكريسماس وبيرجع لماركوس وشغله في المول، ولما بيشوفهم المدير بوب بيرحب بيهم وبيطلب منهم يفرحوا الاطفال وما يعملوش اي مشاكل. لكن ويلي بيكون شارب وعينه مش شايفة غير الناس الحلوة. وبنشوف طفل اسمه تربي، وده ولد وحيد وحزين لانه بيعاني من التنمر لان في اولاد في الشارع بيضايقوه. فبيروح لويلي في المول وبيسأله هو انت سانتا بجد، لانه نفسه في هدية. فبيقول له ويلي انه محاسب واللبس ده موضة، وبيطلب من ماركوس يمشي الطفل لان اسئلته رخمة. لكنه بيفضل تربي قدام المول مستني ويلي، وقبل ما يمشوا بيطلب ماركوس من ويلي ما يجيش الشغل تاني وهو شارب. وبعدها بيروح ويلي للحانة وبيتعرف على البنت اللي بتقدم الطلبات للناس وبيكون اسمها سو، وبتقول له انها بتحب شخصية سانتا جدا. فبيعرفها ان دي مجرد شغلانة بيعملها كل سنة وان هو شخصيته مختلفة خالص عن سانتا. وبياخدها وبيطلعوا يتعرفوا بره عشان يثبت لها هو قد ايه مختلف. وساعتها بتقول له انه حد جميل وانها معجبة بيه. ولما بتمشي بيجي واحد زلبطة وبيتخانق مع ويلي عشان بيكره شخصية سانتا لانه بيمثل انه طيب وحد جميل وبيخلي البنات والاطفال يحبوه رغم انه بيخدعهم. لكن تربي بيكون بيراقب ويلي وبيروح يدافع عنه وبيشكره ويلي وبياخده يوصله لحد بيته. وبيتفاجئ ويلي ببيتهم الكبير وبيحس انهم اغنياء، وبيعرف من تربي ان والدته متوفية ووالده مسافر وبيجي اجازات صغيرة كل سنة لكنه عايش مع جدته بس. فبيطمن ويلي وبيلبس القناع وبيدخل معاه البيت، ولما بتشوفهم تيتا بترحب بيهم وبتروح تعمل لهم سندوتشات. فبيسألوا ويلي عن مكان الخزنة بتاعة والده لانه محتاج فلوس عشان يصلح بيها العربية بتاعة الكريسماس. وبيضحك على تربي وبياخد كل الفلوس والعربية بتاعة والده وبيهرب. وتاني يوم وهم في الشغل بيسألهم المدير لو حد فيهم متصاحب على واحدة شغالة في المول، لكن ويلي بيقول له ما اسمحلكش تتكلم عن ماركوس كده، مش عشان هو قزم واسمر انت عاوز تخلص منه وتلبسه اي مشكلة وترفضه. وبيتهموا بانه مدير بيفرق بين الناس ومش كويس. فبيعتذر له المدير وانهم فهموا كلامه غلط وانه ما كانش يقصد كده خالص. ومش بيعدي كام ثانية وماركوس بيشوف ويلي وهو بيتكلم مع واحدة واكيد عاوز يديلها هدية، وبيكون مش راضي عن تصرفات ويلي خالص. ولما بيرجع ويلي للأوضة اللي ساكن فيها بيعرف ان الشرطة بتدور عليه، فبيتصل بماركوس وساعتها بيقول له لازم تستخبى في اي مكان تاني. وفعلا بيروح لبيت الطفل تربي وبيفرح تربي وبيسأله عن الهدية بتاعته. فبيقول له انه ما جابش حاجة لان حصلت معاه مشاكل وهيقعد معاه كام يوم. وبيعدي كام يوم وبيتعامل ويلي كأنه صاحب البيت وبيجيب صاحبته سو. وساعتها بتسأله انت كسانتا بتحب الاطفال؟ وبيكون شارب ومش في وعيه وبيعترف لها انه مش سانتا وان دي شغلانة بياكل منها عيش. فبتقول له انها بتحبه ايا كان هو مين، وهي وماشية بتقول له انها هتستناه يتصل بيها وبتودعه وبتمشي. وتاني يوم بيروح لعملية جديدة بالعربية بتاعة ابو تربي وبيكون حاطط كل العدة بتاعته في الشنطة بدل الهدايا. وبيدخل ماركوس في الممر بتاع التكييف عشان يوصل لأوضة الكاميرات، وبره بيكون رجل الامن اتصل بالمحقق جين وبيعرفوا ان في 2 مشتبه فيهم ومعاهم عربية متسجلة باسم روجر، وبياخد بيانات
بياناته وبيروح للسيد روجر وبيسأله جين لو عنده ضيوف في بيت الجدة مع تيربي ولا لا. فبيستغرب وبيكون مش عارف هو بيتكلم عن ايه، وبيطمن جين انه ملهوش علاقة بالموضوع وبيمشي. وتاني يوم بنشوف تيربي وهو رايح المدرسة، والاولاد اللي بيتنمروا عليه بيمسكوه يضربوه. فبيروح يشتكي لويلي في الشغل، فبيسأله ايه حصل لك، ليه الداخلي بقي خارجي كده؟ وبيقول له تيربي انه محتاج غوريلا عشان تخوف وتضرب الاولاد اللي بيضايقوه في الشارع. لكن ويلي بيحكي له انه لما كان في سنه ما كانش محتاج غوريلات، وما كانش يقدر يشتكي لوالده لانه كان هيضربه ويطفي السيجاره في رقبته. وبيعرفه ان العالم ده مش عادل، وانه مش هيقدر يوصل للي عاوزه غير لما يكون قادر يعمل كده. وبينصحه يقف ويدافع عن نفسه لان محدش في العالم ده هيحميه ولا هيرحمه. وبيكون زعلان ويلي على اللي حاصل للطفل تيربي. وبعدها بيروح لهم جين وبيقعد يتكلم معاهم، وبيعرفهم انهم في اخر 7 سنين راحوا 7 مدن مختلفة، وطبعا في كل مدينة كانوا بيغيروا اسمائهم. والغريبة انهم لما بيتسجنوا بيخرجوا من غير اي عقوبة. وبيكون جين كشف انهم بيسرقوا، وان شغلهم في المول ده مجرد ستارة بيستخبوا فيها. وبيعرفهم انه هيقبض عليهم ومش هيقدروا يهربوا منه. فبيسألوا ماركوس انت عاوز كام؟ فبيطلب 50% من ثروتهم، وبيسيبهم يفكروا وبيمشي. وساعتها ماركوس بيتخانق مع ويلي وبيقول له ان كل ده حصل بسببه، وانه فاشل وسكري وخلاص هيشتغل مع سانتا غيره. فبيقول له ويلي انه برضه هيجيب قزم غيره. فبيتعصب ماركوس وبيقول له ده على اساس اننا بنتباع في السوبر ماركت؟ مالك يا عم، ايه هتجيب قزم غيري دي؟ وبعدها بيوصل ويلي لجراج بيت الطفل تيربي، وبيديله جواب فيه اعترافه بكل الجرائم اللي هو عملها، وبيطلب منه يسلمه للشرطة في الوقت المناسب. وبيروح ويلي يضرب الاولاد اللي بيضايقوا تيربي. ولما بيقابل ماركوس بيحكي له على اللي حصل، وان وجود تيربي في حياة ويلي غيره، وبقي يحس انه شخص مسؤول. لكن ماركوس بيعرفه انه محتاج سنين عشان يتعالج نفسيا. وبعدها بنشوفه وهو في الحلبة وبيعلم تيربي ملاكمة عشان يدافع عن نفسه. وبيقول له ويلي تخيل ان الولاد بيضربوك وريني هتعمل ايه. وبيبدأ الماتش بين تيربي وماركوس، ومن اول ضربة من تيربي بيضيع ماركوس ومستقبل ماركوس. فبيتعصب ماركوس عليهم وبيضربه هو وويلي، وبيزعق له ماركوس وبيقول له انت اللي اجبرتني اعمل كده، قلت لك بلاش يا عم اقعد هي ناقصاك. وبالليل بيرجع للبيت هو وصاحبته سو، وبيكونوا جايبين فول وسوداني وحاجات حرام ملناش دعوة بيها. وبيلاقوا تيتا قاعدة بوضعية غريبة فبيفتكروها ماتت. فبيقرب منها ويلي عشان يشوف نفسها، فبتتخض وبيصرخ هو وسو، وبتقوم عشان تعمل لهم السندوتشات. لكن بعد الخضة دي انت بوظتي السهرة، شكرا يا تيتا. وتاني يوم بيروح تيربي يعرف ويلي بدرجاته وانه شاطر. فبيقول له انه شاطر لان ويلي لما كان في سنه ما قدرش يتعلم وكان مجرم. فبيفرح تيربي وبيسأله لو هيجيب له هدية لان عدى سنتين وما جابلهوش اي هدية. وبيسأله تيربي لو ما جابلهوش هدية بسبب انه شايفه فاشل. فبيتعصب ويلي وبيسأله ليه بيتكلم عن نفسه بالاسلوب ده، وبيعرفه انه مش سانتا فليه يجيب له هدية، وان اصلا شخصية سانتا دي وهمية وما فيش حد اسمه كده. لكن تيربي بيقول له انه عارف ان سانتا مش موجود، بس كان نفسه ويلي يجيب له هدية لانهم صحاب. وبيزعل وبياخد درجاته وبيمشي. فبيحس ويلي بالذنب وبيزعل لانه بيعامل تيربي وحش. وهناك بنشوف ماركوس هو ومراته لويس وهما بيراقبوا المحقق جين. فبيسبقوه وساعتها بيوقفوا ماركوس وبيطلب مساعدته لان العربية اتعطلت ومحتاج توصيلة من البطارية. فبيقرب جين عربيته وبيركب له الوصلة في البطارية لانه مش هيلحق. وساعتها بيغمز لمراته وهوب بينهم مستقبل الراجل، وبيكون عندها ضمير فبتيجي عليه لحد ما بتموته. وساعتها بيقول له ماركوس يا على الحادثة الفظيعة اللي حصلت لك، عشت طماع ومت جعان. وبنرجع لويلي وبتكون سو جايباله هدية وحاجات لاجل السهرة. ما انت لو عملت لايك واشتراك ومركز كنت افتكرت ان السهرة اللي فاتت تيتا بوظتها. وبياخدوا السهرة كلها في تزيين البيت عشان هيحتفلوا بالكريسماس. وبيطلب ويلي من تيربي يحضر السندوتشات على بال ما يخلص مشوار كل سنة. وبعدها بنشوف ماركوس وويلي وهما في المول، وكل الموظفين بيمشوا حتى ويلي. لكن ماركوس بيكون في الممر بتاع التكييف، وبيوصل للأوضة اللي فيها الكاميرات وبيطفيهم. وبيفتح الباب لويلي وبيروحوا لمكان الخزنة. ولما ويلي بيشوف الخزنة بيتصدم لان الخزنة مصفحة، وان اشطر واجمد واحد في العالم ما قدرش يفتحها. وبيعرفوا ويلي لما اتسجن معاه عرف منه ان دي الخزنة الوحيدة اللي عجز في فتحها. فبيتعصب ماركوس وبيقول له يعني انا مستحمل كل صداع الاطفال ده والبدلة اللي مخلياني شبه كوع الحنفية دي، وانت جاي تقول لي مش هعرف افتح الخزنة؟ لكنه بيعرفه انها مش هتاخد في ايده 5 دقايق. فبيروح ماركوس يتجول ويلقط الحاجات الغالية على بال ما يخلص ويلي. وهو وبيسيح وبيسعى في عالم الجريمة بتكون سو والطفل البريء بيحضروا العشاء والاحتفال بالكريسماس. وبنشوف ماركوس وهو مش عارف يوصل للحلقة اللي في المانيكان فبيقرر يكسره. وهناك صاحبه الخزنة
بتزعله فبيزعلها. انت لو كنت زقيت المانيكان كان هيقع وتاخد اللي انت عاوزه، لازم تبذل مجهود. بتحلل السرقة انت كده يعني. وبنشوف البطل ويلي بعد ما قدر يفتح الخزنة وبيسيب ماركوس يلم الفلوس وبيروح ياخد هدية لتيربي، لكنه بيتفاجئ بان ماركوس رافع عليه المسدس وبيكون اخد كل الفلوس هو ومراته، وبيهدده وبيقول له ان عدى سنين وهم مع بعض، وفي كل سنة كانت حالته بتتدهور وبيشرب كتير وبيجري ورا البنات وكل حاجة بيعملها في حياته مقرفة. فبيعيط ويلي وبيقول له ان البشر دول وحوش، وبيكون مش مصدق ان بعد كل ده ماركوس يعمل معاه كده، وبيكون خلاص هيقتله. لكن الشرطة بتوصل وبيحاصروا المكان، وبيقول لهم الضابط ان الطفل تيربي هو اللي بلغ عنهم، والشرطة عرفت انهم كل سنة بيسرقوا فلوس كتير من المول. فبيهرب ماركوس ومراته وبيفضل يضرب نار على الشرطة، وبيفضلوا يضربوا نار على ويلي عشان ما يهربش، لكنهم بيدمروا المول كله وبيقدر يهرب منهم. وبيركب العربية وبيمشي بسرعة، وبيحصل مطاردة بين ويلي والشرطة لكنهم مش بيوصلوا له. وبيكون عاوز يوصل الهدية لتيربي لان النهاردة الكريسماس وكان نفسه في هدية، وفعلا بيوصل عند البيت وبيجري عشان يديها له، لكنه بيتضرب بالنار من الشرطة ومش بيقدر يتحرك بسبب الاصابات الكتير اللي حصلت له. وبعد فترة بيبعت ويلي جواب لتيربي وانه بيتمنى ان الهدية تكون وصلت له وانها هيكون فيها دم، لكنه بيوعده انه هيجيب له غيرها. وبيكون بعت له تيشيرت هدية وبيطمنوا عليه وانه كويس رغم انهم طلعوا من جسمه 8 رصاصات، وبيشكروا انه قدر يدي الجواب اللي اداهوله للشرطة وعشان كده اتقبض عليهم، لكنه اخد وقت عشان يفتكر موضوع الجواب اللي اداهوله من فترة. وبيقول له ان الشرطة بيعالجوه، وكمان هو ما كانش مسلح لما اتقبض عليه وبكده هياخد حكم مخفف. وكمان هو عرف الشرطة ان مفيش حد يرعى تيربي، فجابوا له واحدة ترعاه لحد ما يخرج هو، وبيعرفوا انه بعت لها فلوس ولو احتاج اي حاجة يطلب منها، وبيطلب منه يعتمد على نفسه. وبيودعه وبيقول له انه هيشوفه قريب، وده معناه ان في جزء تاني. وبيروح له الولد اللي كان بيتنمر عليه في الشارع زمان، وبيقول له ان صاحبك اللي بيدافع عنك مش موجود، وبيكون عاوز ياخد العجلة بتاعته. فبيتعصب تيربي وهو بيضيع له مستقبله، وبياخد العجلة وبيروح يلعب وبس. بيعيشوا الابطال في امن وسلام. الفيلم ده فيه منه جزء تاني، ولو عاوزين تكملوا الحكايه اكتبولي في الكومنتات. كده الفيلم يكون خلص. مستني رايك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وخليك عارف اني بعمل محتوى جديد وجامد قوي. انتظروا محتوى جديد وقناه جديده قريب جدا. انا مؤمن محمد، اشوفكم على خير وسلام.